عندي بس تعقيب بسيط على القصة بتاع الراجل ده طبعا دلوقتي في الصعيد مطلعينه بطل ومطلعينه هيرو ومطلعينه هو الراجل اللي ما فيش راجل بعده في التاريخ. الراجل اللي نزل قتل زوجته وعشقها، والراجل اللي كان مش عارف ايه، الراجل الجامد الشهم، الراجل اللي محدش. ليه يا جماعة، ليه بتشجعوا على كده؟ ليه بتشجعوا ان اي واحد يعرف ان مراته بتخونه او في اي حاجة بينها وبين واحد يروح يقتله ويقتلها ويعمل ليه بتشجعوا على القتل؟ ليه بتشجعوا الناس على كده؟ انتوا عارفين يعني ايه قتل اصلا؟ انتوا عارفين يعني ايه قتل؟ انتوا عارفين ان نقطه دم بتاع بني ادم تنزل على الارض، عقابها ايه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ انتوا عارفين ربنا بيزعل قد ايه؟ انتوا عارفين ان سبب خلافنا في الحياه ومصارعتنا في الحياه دي كلها بسبب ان قابيل قتل هابيل؟ انتوا عارفين يا جماعه ان الحاجات اللي انتوا بتشجعوا عليها دي ان هي مش مجرمه، بعيدا ان هي مجرمه، دي في الدين عامله ايه ولا عند ربنا تسوى ايه؟ احنا عارفين ان طبعا الرجوله والشهامه والكلام ده كله، ولكن ان انت تدخل على زوجتك تلاقي معاها راجل في الموقف ده، في اللحظه دي انت ما بتقدرش تتحكم في اعصابك. الناس اللي بتطالب ببراءته، براءه ايه يا حضرتك؟ براءة ايه ومن ايه؟ براءة ايه؟ بيدافع عن شرفه وبيدافع حضرتك في حاجة عندنا في القانون. اما انت بتفاجئ الفعل وقتي، انت في الوقت ده عقلك بيغيب منك خلاص، زي مثلا اللي اتطلق في وقت غضب. ده الطلقه بتاعته ما بتحسبش ليه؟ عشان خلاص هو عقله غاب، الغضب غيب عقله، فطبيعي اي تصرف واي فعل ما بيتحسبلوش. كذلك الامر اللي بيدخل مثلا على زوجته بيلاقي مثلا معاه راجل في البيت، في الوقت ده لو قتلها العقل بتاعه خلاص ما بيبقاش راجل داخل على زوجته. اما ده راجل بره خارج البلاد، عرف وابعت له فيديوهات ونزل قعد يوم واثنين وثلاثه، نزل براحته ونزل راح قتل وعمل الفعل ده مش بتاعنا، مش عندنا. انت مراتك بتكونك سيئه، عملت البدع اللي في الدنيا، لو مش حقك مش هتعرف تجيبه من اهلها، اعمل ما بدالك معاك مراتك، اعمل فيها ما بدالك، اضرب، اعمل ايه، سوي، ولكن عند القتل لا. الروح دي مش من حقك، روح البني ادم مش من حقك، وروح عشائها اللي انت قتلته برضه مش من حقك. انا بقول لك انت لو داخل عليها لقيت المنظر ده، اي تصرف هتتصرفه محدش يقدر يلومك فيه. اللحظه دي انت ما حدش يقدر يلومك عليها، ولكن ان انت تقعد يوم واثنين وثلاثه وتسافر وتعمل تذكره وتروح وتيجي ومش عارف وتيجي تقتلهم برضه، ده ايه الجبروت ده؟ ايه الجبروت ده يا اخي؟ احنا في دوله قانون. انا مش بدافع عن البنت ولا عن فعلها ولا عن عشائها، ولا انا مش بدافع عن اي حاجه، ولكن انا عمركم في حياتكم ما تشجعوا على القتل ايا مكان. يا راجل القتل يعتبر اصعب حاجه البني ادم ممكن يمر بيها في حياته، انه يوصل انه يشوف بس بني ادم مقتول قدامه. الاطفال الصغيره والعيال اللي بيجي لهم رعب بالليل لما بيعرفوا ان في قتيل في بلد جنبهم. ليه تشجعوا الناس على القتل؟ ليه تعملوا ده بطل؟ انتوا صعايده على دماغنا من فوق، احنا كلنا رجاله. ليه تعملوا ده بطل؟ ليه تشجعوه على فعل زي كده؟ اتقوا الله في نفسيكوا.